فيما يتواصل البحث عن المجرم الذي قتل إمام مسجد ومرافقه يوم السبت بمنطقة كوينز، قالت شرطة نيويورك إنه لا يوجد دليل على أن استهداف الرجلين جاء لأسباب متعلقة بالدين، لكن السلطات أقرت أنها لا تستبعد أي فرضية. لا نعرف بعد الدافع وراء قتل مولما أكونجي وثراء الدين، لكننا نعرف أن جاليتنا المسلمة وقعت في براثن التعصب الأعمى. الجريمة التي وقعت على مقربة من جامع الفرقان بعد أداء الصلاة فيه أثارت مشاعر الخوف والحزن بين السكان من أصل بنغلاديشي، والذين طالبوا السلطات بالتعامل مع الجريمة التي نفذت في وضح النهار على أنها جريمة كراهية، خاصة وأن الإمام أكونجي كان يحمل أكثر من $1000، لكن المهاجم لم يأخذ المال. وفي السياق أطلقت اتهامات حملت خطابات المرشح الجمهوري للرئاسة الأمريكية دونالد ترامب بإزكاء العنصرية ضد المسلمين وتشجيع استهدافهم بجرائم مماثلة. من جهته عرض مجلس العلاقات الأمريكية الإسلامية كير مكافأة قدرها $10,000 لمن يساعد في العثور على القاتل، كما اعتبر المجلس أن التزام الصمت يسمح للجرائم بالاستمرار.